لو اتبقى عندك حتة فرخة كده اوعي تاكليها. تعالى اقولك على فكرة تجنن. انا كنت هاكلها خلاص بس جاتلي فكرة رهيبة. هنفصص الفرخة كده حتة الفرخة ونخليها تماما من العظم بالمنظر ده. وهنجيب بقى بصلاية تكون متوسطة كده وهنقطعها جوانح وهنفتتها نفكها من الجوانح بالمنظر ده كده. طاسة بقى على النار وهنزل فيها بمعلقة من السمنة أو الزبدة حسب الرغبة، وممكن شوية زيت كمان لو حب. وهننزل بالبصلة ندبلها وننزل عليها بالفراخ اللي خليناها. عايزة اقولك ان الفرخة دي كانت ناشفة عندي كمان. نزلت بشوية من الفلفل الاسود وشوية من الكزبرة الجافة وشوية من الملح. هتطرى معاكي مش هتنشف اكتر من في التشويح، لان هننزل عليها بمعلقتين كده من المية، غير ان البصلة بتنزل ميتها فهتطريها معاكي تماما. نزلت بمعلقة كبيرة من معجون الطماطم ومعلقتين من المية، ديها تقليبتين كده نشوحها بالطماطم بالمية وغطيها مفيش ثواني بس كده تشرب المية. تخلي البصلة تنزل ميتها كده وتشربها الفراخ. نزلت بشوية كده صغيرين من دبس الرمان، وده اختياري مش ضروري يعني. بقت معانا بالمنظر ده، البصلة كده اتكرملت والفراخ اصلا مستوية طريت معايا. هنزل بقى بمعلقة كبيرة من السمنة عليها 3 معالق كبار من الدقيق، وهنشوح الدقيق في السمنة كده. اهم حاجة الدقيق يبقى سايح كده في السمنة، علشان الناس اللي بتقولك البشاميل اللي بيكلكع معايا عمره ما يكلكع معاكي لو الدقيق اخد سمنته كويس. وهننزل عليه بنص كيلو من اللبن، 3 معالق الدقيق بياخدوا نص كيلو من الحليب. رشة بقى من الفلفل الاسود ورشة من الملح وشوية من الزعتر. يوصل للقوام اللي احنا عايزينه. في ناس بتحبها سايبة، في ناس بتحبها تقيلة، حسب ما انت حابة. جهزنا البشاميل. هنجيب بقى صينية كده وننزل فيها بمكرونة مسلوقة. هنزل عليها بمعلقة كده كبيرة من البشاميل، وهننزل بالفراخ وهنقلب بقى البشاميل مع الفراخ مع المكرونة. مش هنعمل طبق، هنقلبهم مع بعض كده، نخلي المكرونة تشرب من الفراخ وتشرب من البشاميل. بعد كده بقى هعمل طبقة بشاميل فوق الوش بالمنظر ده كده. حابة بقى تحطي فوق الوش ميكس جبن، حابة تحطي جبنة موتزاريلا زي ما انت حابة، حابة من غير اصلا جبن نهائي مفيش مشكلة. ودخليها بقى الفرن كده، الجبنة تسيح فوق الوش وتاخد لها حوالي 20 دقيقة كده، هتطلع معاكي بالمنظر ده تجنن. من حتة فرخة باقية تقدري تعملي احلى صينية مكرونة بشاميل. بصي عاملة ازاي. هي بقت كده نجريسكو رهيبة. بصي عاملة ازاي تجنن. لما شربت من الصوص كده بتاع الفراخ بالدبس الرمان بمعلقة الطماطم، مش قادرة اقولك خلت طعمها في حتة تانية خالص.
رهيبة. هستنى رأيكم في التعليقات، وما تنسوش تعملوا شير وتحفظوا الوصفة عندكم عشان توصل للمزيد من المتابعين، والسلام عليكم.